ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا لكل مربيين الفراخ، وازاي نزود الوزن بسرعه وبطريقه طبيعيه من عمر 15 يوم او من عمر 10 ايام كمان. هقولك على كل الاحتياجات اللي بتحتاجها الفراخ في العمر ده. ركزي معايا لاخر الفيديو. هنا كنت بغير لهم الفرشة، احنا ما بنشيلهاش، احنا بنحط عليها يعني تبن بقى، نشارة، اي حاجة، بس ما تشيلهاش، تحطي عليها على الاماكن المبلولة او البول، تغيري يعني مش تشيلي، تحطي عليها. وهنا الوصفة اللي كنت عاملاها عبارة عن ليمونة، فصين توم، معلقة خل، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم وحطيت لهم التصفية على الاكل. الوصفة دي يا جماعة ممتازة جدا، بتقوي المناعة، مضاد حيوي طبيعي، وبتفتح الشهية ويمنع البكتيريا، تديكي وزن عالي ونمو أسرع. ما تزودوش الخل لأن ممكن يعمل معاهم مشاكل. والوصفة دي مش كل يوم يا جماعة، ممكن تعمليها مرة في الأسبوع أو مرتين، وتحطيها أفضل وقت إنك تحطيها الصبح وبعدين تشيليها، يعني 6 ساعات وتشيليها وتغيري مية، تحطي مية عادية عادي. والعلف في العمر ده يا جماعة بادي 23% بروتين. لو مش متوفر عندك ممكن يعني لو البروتين اقل تحطي سكر في المية، يعني نص معلقة سكر في المية، يومين في الاسبوع، او خميرة على العلف. الخميرة ممتازة جدا يا جماعة، بتنظم الهضم، بتزود الوزن. وسيبي حركة للفراخ يا جماعة، سيبي شوية مساحة للفراخ تتحرك، لان الحركة هتخليهم يعني يكبروا اسرع، وبتقوي النمو عندهم. الفراخ اللي محشورة على بعضها دي وزنها بيقل وبتتعب بسرعة. في عمر 15 يوم يا جماعة الفراخ البيضة دخلت مرحلة النمو السريع. اول حاجة لازم تغذية مظبوطة، تدفئة، منع الامراض، وخصوصا الاسهال. خلي بالك الفراخ في العمر ده حساسة جدا لاي غلطة بسيطة، يعني برد، يعني انتي مش مدفيهم كويس، مية مش نضيفة، زحمة، هتلاقي الوزن وقف. والاخطاء بقى اللي بنقع فيها اللي بتوقف الوزن، شرب المية ساقعة، ما تخليش المية بتاعتهم ساقعة، دفها لهم شوية، تغيير نوع العلف فجأة، واضافة كل الوصفات في نفس الاسبوع، يعني مش كل شوية تعملهم وصفات في اسبوع واحد. رابع حاجة اهمال التدفئة وفتح الشبابيك، تفتح الشبابيك على الفراخ، والزحمة كمان بتقلل الوزن جدا. لو طبقت الوصفة دي صدقيني يعني هتحس بفرق كبير جدا. تعملها مرة في الأسبوع، يعني علف مظبوط، مدفية منضفة، هتشوفي فرق في الوزن جدا، يعني فرق كبير جدا. ما تنسوش اللايك. مع السلامة.